ناصر منسي هو المهاجم المحطة. مصر دايما يا اما بيبقى عندها مهاجم محطة يا اما مهاجم هداف، انما مهاجم محطة وهداف ده اللي موجود في ناصر منسي. يعني عندك هنا مثلا ناصر منسي في وسط 3 4 لعيبة وزحمة والدنيا مقفلة، عمل كرة بالكعب فتح الملعب تماما. ممكن الكرة دي تخلص بجون بسبب ان ناصر منسي خلص كل الزحمة دي بباصة بالكعب. طب تعالى اوريك ناصر منسي هو بيضغط. ناصر منسي بيتلعب عليه كرة طويلة بس الكرة ما جاتلوش، فهو يسكت؟ لا مش هيسكت، هيضغط على اللعيب الاولاني، فاللعيب الاولاني يسلمها بصعوبة للعيب التاني، فاللعيب التاني برضه ناصر منسي مكمل ضغط عليه فيضطر يشتت عشان يدي الاستحواذ تاني لنادي الزمالك. وادي دوره مرة تانية كمحطة، يستلم ويلف وياخد فاول ويطلع برضه فرقه الزمالك. كرة طويله مره تانية، ايه المشكله؟ انا عندي ناصر منسي هيطلع ويسندها لي كمان بثرو، يخلي ان الزمالك يعمل هجمه مرتده اسرع. كل ده بسبب ايه؟ ان ناصر منسي نزل واستلم وحرك الفرقه كلها كمهاجم محطه. اما الكرة دي بقى هي قصه تانية والله، هي عجبتني قوي. ناصر منسي لعيب اتشقلب على دماغه، اتشقلب، وناصر منسي بره عنه اللي بيحصل تماما. انا هستلم الكوره وهعدي. ايه رايك بقى في مهاجم كمان بيعمل اسيستات قدام زد؟ ناصر منسي كان عامل فيها حازم امام بتاع زمان. هنا ناصر منسي بيلعب الكره لبيزيرا من مره واحده من غير ما يستلم ويلف ويعجن، هو مره واحده خلاص هوديك، فتتسبب في الهدف الاول للزمالك. طب هنا ناصر منسي هيعمل حاجه غريبه قوي، هيلعب بوش رجله الخارجي زي بتاع ابو تريكه بتاع زمان عشان فتوح برضو يعمل بيها كره خطيره جدا لبيزيرا عشان برضو تبقى هجمه خطيره جدا للزمالك. طب هنا انا موهت ورقصت اللعيبه وخلاص انا فضيت مساحه، بس للاسف الكره جايه لي على شمالي. عادي جدا، انا معايا ناصر منسي هلعبها بشمالي ثرو لمحمد السيد يضرب دفاع زد تماما، ومحمد السيد يبقى انفراد وفرصه خطيره مره تانية للزمالك سببها ناصر منسي. ناس استلم، والله ما عايز ابالغ بس يعني 3/4 المهاجمين بتوع مصر هيبص الاقرب لعيب جنبه اللي هو ده، وبرضه لعيب في مساحه وهتبقى باصه مظبوطه. انما ان هو يجي في دماغه ان هو يلعبها تشيب كده لبيزيرا يخلي الكره دي انفراد فجاه مع بيزيرا، هو ده ناصر منسي. عمل الكره زي ما قال الكتاب وعمل بيها اخطر واحلى هجمه للزمالك. عرفت ليه بقى هم بيسموه الاسطوره؟